من أول الأكلات اللي بتيجي على بالنا لما يكون عندنا عزومة هو الرز بالخلطة. وصفة من ألذ الوصفات المصرية اللي دايما بتطلب مننا في العزايم، والطبق اللي السفرة ما تحلاش من غيره. هنعمله النهاردة بالرز المصري اللي موجود عندنا في كل بيت بطريقة بسيطة جدا، وهنشوف ازاي هيطلع معانا مفلفل ولونه مكرمل وطعمه حلو زي اللي بناكله بره بالظبط، ويمكن أحلى كمان. يلا نعمله مع بعض. بس اللي أول مرة يشوفني أنا جيهان عزب، يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا على الصفحة والقناة. وإذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير. هنجيب بقى الحلة اللي هنسوي فيها الرز ونحطها على النار، ونحط فيها معلقتين حلوين كده من السمنة البلدي ومعلقة من الزيت عشان الرز يبقى معانا مفلفل. وهنحط عليهم كام فص من المستكة. هنسيبهم بقى يسيحوا الأول، وبعدين ننزل عليهم بكوبايتين من الرز. غسلتهم كويس وصفيتهم. ممكن طبعا لو حابين تعملوه بالرز البسمتي بيبقى طعمه حلو جدا برضو معاه. وهنحط عليهم معلقة كبيرة مليانة من القرفة، ودي بقى أساسية في الوصفة واللي بتدي الطعم الحلو للرز. وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون ومن ورق اللورة المطحون. لو مفيش مطحون استعمليهم عادي زي ما هم. بحب أحط منهم شوية صغيرين مطحونين عشان ريحتهم بتظهر أكتر. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه على نار هادية شوية حلوين كده. الرز يتشوح وياخد من طعم السمنة والتوابل اللي احنا حطيناها. في الوصفة القديمة أو زمان يعني كانوا بيحمروا الرز في كمية كبيرة من الزيت أو زيت على سمنة لحد ما ياخد اللون البني الحلو. لكن بصراحة أنا ما حبيتش طعم الرز لما بيتحمر كده. احنا برضو هنديله اللون الحلو ده بس بطريقة تانية أحلى وأخف. هنجيب طاسة عميقة أو حلة صغيرة هنحط فيها معلقة كبيرة من السكر، وهنحركها كده بس عشان تتفرد في قلب الحلة وما نقلبهاش. وهنسيبها لحد ما تتكرمل على نار هادية. هي مش هتاخد ثواني وهنلاقي لونها اتكرمل على طول. ونخلي بالنا عشان ما تتحرقش وتمرر. نقلبها بقى تاخد كلها لون واحد. وبعدين هنحط عليها كوبايتين من الشوربة. احنا مستعملين كوبايتين رز، هياخدوا معانا كوبايتين شوربة. وكل كوباية رز بتاخد معلقة سكر. حطينا معلقة كرملت في الأول، والمعلقة التانية هنبدلها بمعلقة كبيرة من العسل الأسمر. لو مش متوفر استعملوا المعلقتين كلهم سكر. وهنحط كمان عليهم ورقتين من ورق اللورة، وكام فص حبهان كده فتحتهم بس خفيف عشان يطلعوا ريحتهم، وعود من القرفة الخشب. الرز أنا ما حطيتش فيه ملح علشان الشوربة عندي متملحة كويس، فحطيت بس معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل. وهنسيبهم بقى يغلوا على نار هادية كده شوية صغيرين، المكونات كلها تطلع ريحتها. وبعدين هناخدهم ونحطهم على الرز بعد ما شوحناه شوية حلوين. بس هنصفيه الأول من الأعشاب الصحيحة اللي احنا حطيناها. نقلبه بقى ونظبط طعم الملح والتوابل لو محتاج. ونسيبه على نار عالية في الأول يغلي ويتشرب شوية من ميته. وآخر حاجة هنحطها عليه ربع أو نص كوباية من الزبيب. نقعتهم بس نص ساعة الأول، وبعدين صفيتهم وأحط منهم شوية دلوقتي مع الرز وشوية هخليهم في الآخر. هنقلبه تقليبة واحدة مع الرز، وبعدين هنغطيه ونهدي عليه خالص ونسيبه بقى لحد ما يستوي براحته. لو مش حابين طعم الزبيب في الرز براحتكم ممكن تستغنوا عنه. ولو مفيش شوربة ممكن تستعملوا مكعب أو اتنين من المرقة مع كوبايتين من المية. بس ما نزودش أوي الشوربة أو المية في الأول عشان الرز ما يعجنش. إذا احتاج نبقى نضيف بعد كده. نسيب بقى الرز يستوي براحته على نار هادية، ونعمل أحلى كبدة هنحطها عليه. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة كبيرة من السمنة مع معلقة كبيرة من الزيت، وهنسيبهم يسخنوا كويس قوي. عايزين لما ننزل فيهم بالكبدة تاخد صدمة على طول وما تنزلش ميتها. وأول ما نحطها مش هنقلبها، هنسيبها لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين نقلبها بقى تتشوح كلها مع بعضها وتبقى لون واحد. دي كبدة فراخ غسلتها كويس قوي وقطعتها وصفتها من ميتها. وعشان نضيع أي ريحة زفارة بتبقى موجودة فيها نقعتها في شوية لبن صغيرين قوي، وبعدين صفتها واستعملتها على طول ما غسلتهاش تاني. ولو عندكم قوانص عايزين تعملوها معاها حطوها الأول، ولما تستوي حطوا الكبدة بقى وكملوا بنفس الطريقة. سبت الكبدة لحد ما اتشوحت كويس وبقت كلها لون واحد. هحط عليها بقى بصلة مفرومة وفص واحد من التوم مفروم ناعم، بيدي طعم وريحة حلوة قوي للكبدة. هنقلبهم بقى مع بعض على نار هادية يتشوحوا والبصل لونه يغير. وهنتبلهم بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل ورشة بسيطة قوي من الحبهان، ومش هنحط أي توابل تاني. ونسيبهم بقى شوية صغيرة كده كله يستوي مع بعضه على نار هادية. وهنحمر أي شوية مكسرات موجودين عندنا. الكمية والنوع ده يرجع لكم، أي حاجة متوفرة عندكم في البيت حطوها.
هنحطهم في معلقة سمنة صغيرة وعلى نار هادية، تقلبتين بس كده وخلاص يبقى كده اتحمروا. ونخلي بالنا عشان بياخدوا لون بسرعة. وهحط معاهم كمان شوية من الزبيب اللي احنا نقعناه وصفيناه، ونقلبه معاهم تقلبتين بس وكده خلاص بقى جاهز. اعملوا المكسرات في الأول وصفوها عشان تلحق تبرد، لأنها لما بتبرد بتبقى مقرمشة أكتر. كل حاجة خلاص كده استوت وبقت جاهزة على التقديم. الرز استوى ومفلفل وملى البيت بريحته الحلوة. نحطه بقى في طبق التقديم ونحط على الوش الكبدة. مش قادرة أقول لكم ريحتها قد إيه حلوة وطعمها جميل جدا. وآخر حاجة هنحطها المكسرات. ودوقوا بقى أحلى طعم للرز. رزية برزتها مفلفلة وطعمها مع الكبدة والمكسرات حلو قوي. الطبق كله على بعضه كده طعمه خطير. أنا متأكدة إنكم لو عملتوه بنفس الطريقة دي هيعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم مقدما، وأشوفكم على خير.